أهلا وسهلا بجميع الأصدقاء، تحية حب وتقدير. سعيد للقائكم مرة أخرى جوابا على سؤال يتكرر مرارا علي من طرف مجموعة من الأصدقاء حول الزيادة العامة في الأجور، وخاصة زيادة ديال 1000 درهم اللي كانت مقررة في اتفاق 29 أبريل 2024 بين المركزيات النقابية وبين رئيس الحكومة الخاصة بالقطاع العام والإدارات العمومية وكذلك الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. طبعا كما نعرف أنه هذه الزيادة اللي كانت مقررة غتكون على دفعتين، الأولى في فاتح يوليوز 2024 والثانية في فاتح يوليوز 2025. كاين اللي قال بأنه سمع بأنه هذه الزيادة تم تفعيلها، وخاصة الشطر الأول منها ديال 500 درهم. وباش نأكد لكم الإخوان أنه هذه الزيادة مازال إلى حد الآن ما تفعلاتش، وحسب بعض المصادر من وزارة المالية كما جاء في بعض الصحف أنه غادي تكون هذه الزيادة مع أجرة شهر يوليوز، كما أنه هذا التأخير ديال صرف الشطر الأول من الزيادة حسب بعض النقابيين سببه عدم نشر المراسيم التطبيقية، لأنه ما يمكنش يتم تفعيل الزيادة دون نشر المراسيم ذات الصلة. طبعا نحن بدورنا سولنا بعض الزملاء وبعض الأصدقاء حول هذه الزيادة، وكذلك نفاو هذا الخبر وقالوا لنا بالحرف بأنه ما داز لهم والو ومازال كينتظروا هذه الزيادة. وإن كانت هذه الزيادة في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة إذا قارناها بلهيب الأسعار في بلادنا، لأنه اليوم الموظف المغربي لم يعد باستطاعته مواكبة هذه الأسعار وهذا الغلاء، ما بقاش قادر بأجرته الهزيلة أنه يواجه هذا الغلاء الفاحش، وما بالك بالمتقاعد الذي لم يلتفت إليه أحد للأسف، وما بالك بالمواطن العادي الذي يتجرع الويلات مع هذه الحكومة التي اعتمدت شعار الزيادة في ولايتها وما زالت تقول هل من مزيد. اليوم الحكومة ملزمة للتسريع في تنفيذ الاتفاقات، وملزمة أيضا لإيجاد الحلول لأزمة الغلاء الفاحش الذي يقض مضجع المغاربة، وملزمة أيضا أنها تلتفت لبعض الشرائح التي عملت وأفنت زهرة شبابها من أجل هذا الوطن، وخاصة الفئة ديال المتقاعدين. هذه الفئة أنا دائما أركز عليها. لماذا؟ لأنها فئة مظلومة، فئة نتجاهلها ونعتبرها ما بقاش عندها الوزن فقط لأنها ما بقاش عندها وسائل الضغط، ولكن أخلاقيا في دولة تؤمن بالعدالة، في دولة تؤمن بالديمقراطية، لا يجب أن نتنكر لهذه الفئة. وبما أننا كحكومة نعترف دائما أننا نتفهم مطالب هؤلاء ونعي وضعيتهم المزرية، فالواجب أن نلتفت إليهم، الواجب أن نسعى إلى تحسين وضعيتهم، ماشي حبا في سواد عيونهم، ولكن انتصارا للعدالة التي ننادي بها، وانتصارا لدولة الحق التي نحمل شعارها دائما. تحياتي أصدقائي.